احنا شنو كنعرفوا بان الام هي اللي كتحضن على ولادها فعلا، ولكن الاكثريه كتحضن على الانثى او البنت. انت امراه وعندك بنتك، كتحاولي ما امكن كديري المستحيل باش بنتك تبقى محميه ومحظيه وتا واحد ما يديرها بها. يعني بجميع الطرق الام هي اللي كتسترك، وهي اللي كتبغي لك الراجل اللي يهزك ويلقاك مازال شريفه مازال عفيفه. قضيه اللي كتبورش اللحم. المثل كيقول لك اللحم من خناس كيهزوه ماليه، فما بالك بماليه اللي غادي يخنزوه وغادي يخليوه عبره لكل واحد. السلام عليكم، اهلا وسهلا خوتي وخواتاتي الناس الزوينين. انا الوحيده تقريبا هذه عام وانا كنقول لكم الناس الزوينين، ولا كلشي كيقلدني. المهم راكم عارفين اني كنبغيكم وكنموت عليكم. خذوا لي بلاصه كالم، ولا كتقضيو شغالكم غير هو ركزوا معايا، لان هذه القضيه هذه الا مشيتوا حتى ضيعتوا غير دقيقه غيتخربق لكم الالي مع الروتور. قضيه مغربيه. شنو؟ نتوكلوا على الله ونصليوا على النبي محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. بغيت ندعي معكم في هذا الشهر، الله يستركم، الله يستركم والصحة، ويرزقكم صحة جديدة. كل ما قلتوا ربي غادي يعوض لكم بالخير وبالتيسير. كندعي معكم على والو. انا هكا الله يكبر بكم. مرحبا بكم معايا في قضيه جديده. الا شفتوني كنستاهل ديروا داك جيم وبارطاجيو الفيديو باش نتشجع ونزيد نجتهد ونعطيكم اكثر. قضيه لي حصريه، غادي نمشيو عند واحد الاسره اللي مغربيه من مدينه الدار البيضاء، ولكن بالضبط الحي الحسني ومن لا يعرفه. واحد الاسره اللي كانت متكونه من ومن اب وعندهم بنت وحده. ربي رزقهم بنيته وحده، هي اللي خدم عليها الاب ديالها ودمر عليها وكبرها حتى وصلت القسم الخامس. مول الامانه كيدي امانته، لله ما اعطى ولله ما اخذ. الام ربت بيت واحد المراه اللي طويله وبيضه وزينه، كانت غير الدار مقابله الاشغال ديال الدار ومقابله بنيتها. كانت كتدي بنتها للمدرسه وتجيبها وترجع للدار دير داكشي اللي قسم الله. المهم المراه كانت حامده الله وشاكراه، حتى كتجي هذيك الفاجعه ديال الزوج ديالها في ذمه الله. استسلمت للامر الواقع وحاولت ما امكن تمشي بالسفينه ديالها اللي هي خفيفه. عندها غير بنت وحده، والدار ديالها كانت دار ديال الكرا. الدار ديال الكرا اللي هي صغيره، بنتها غاده وكتكبر. الام خرجات وقلبت على راسها، وكانت كتمشي للموقف تقلب على الخدمه باش تصور داك الفلوس اللي قليله وتدخل لدارها تقاد الامور ديالها وتكبر بنيتها على امانه الله وبالحلال يا رسول الله. الايام بقات غاده هكاك، ولكن البنت كتوقف الدراسه ديالها حيت وصلت الاولى ثانوي. صافي سالات، ما بقاتش باغا تقرا. كتشوف راسها بان امكانيات اللي بسيطه ما عندهاش. اللباس كتمشي تقريبا بنفس اللباس. الام ديالها كذلك دايره اللي في جهدها وكتر، كتخدم كمساعده في البيوت، كترجع للدار. البنت كذلك تليفون عندها على قد الحال. الماكله كتاكل داكشي غير عادي. كتشوف صحاباتها وبنات الحومه ديالها بانهم عندهم تليفونات اللي هما حديثين. اللباس عندهم اللباس. سلوى كتشوف راسها دائما هي التحتانيه، ديما حاسه بالنقص وديما حاسه براسها بانها من اسره فقيره. الام ديالها كانت كتقول بانها ما استطاعتش توصلها او لا تعطيها او لا تخدم عليها بداك الشيء اللي كانت باغا سلوى. ما عندنا ما نديرو. لقات راسها وحلت عينيها حدا امها اللي هي خدامه كل نهار ورزقو. المهم بقات الايام غادا هكاك. وكي قلت لكم في الاول بان الام واحد المراه اللي زويونه، امراه اللي مقبوله ومراه فحله لحد يومنا هذا، خدامه بالحلال. ولكن كل شيء غادي يتقلب. غادي يجي النهار اللي الام غادي دير ستوب، غادي توقف وما غتبقى لا تخرج تقلب على خدمه لا تمشي الموقف الا تكون مساعده في المنازل. كتشوف راسها بانها بحال اللي كتكب الماء في الرمله. بنتها
ما عجبهاش هذا الوضع. هي كذلك هاد الشهر شرات حاجه، الشهر الاخر ما كتلقاش باش تسير الامور ديالها البسيطه جدا. شنو بقات كتقول مع راسها؟ كتشوف الناس وكتشوف واحد الصديقه ديالها اولا واحد الجاره بانها الدار كانت غير كرياها، ولا دارها ملك، ولادها كيلبسوا مزيان، المراه كتلقاها في الحمام شمنكيه شامبو، شمنكيه فوطه، شمنكيه حوايج، كتهضر غير عندي وعندي وعندي وعندي. وهنايا المراه الكبيره اللي غادي نعطيها الاسم ديال نجاة كتلقى راسها والو. شحال ديال الاعوام دوزات في حياتها مازال ما كسبات حتى شي حاجه اللي تقول انا والحمد لله. هي كانت كتحمد الله فعلا، ولكن قالت صافي. مشات واحد المره تلاقات الصديقه ديالها في السوق، هذيك اللي قلت لكم الجاره ديالها اللي كانت غير كاريه ولات عندها دار ملك، ولا الفلوس باين عليها والخير باين لها في وجهها. قالت لها راني عييت وطبت اختي عتقيني، شنو ندير؟ انا راني الحيل ديالي تهد، ما بقيتش عارفه شنو غندير. بنتي كبرات، الدار غير كانت تقتل مع الكرا، انا خلصتو، غمضي عينيك وحليها كتلقاي الشهر لا خرجه وما متكافيش حتى في كرشنا. الجاره ديالها بقات كتشوف فيها، قالت لها شنو غادي نقول لك؟ ما عندي ما نقول لك، انا بنتي خدامه والاخرى مشات للامارات، ولكن انا راني ما حابساش على بنتي اللي في الامارات ولا الاخرى ولا الاخر. انا كنمشي وكنتسارى وكندور مع صحاباتي اخرين. فين؟ صحاباتي اخرين تعرفت عليهم وكنتلاقاو في واحد البلاصه، ومره كنمشيو للدار كنديروا السهرات وكنديروا الليلات ديال قناوه وديال داك اللي كيكونوا كيجذبوا. كنلقى شي واحد كيكون جالس بوحديته، اولا كيكون معروض، اولا كيكون جاي باش يحضر لديك الجلسه. كنهضر انا وياه، كيدور معايا، كنوري عاوتاني صاحبتي الاخرى وانا غاده. المهم كنتمنى غادي تكونوا فهمتوني، لان هاد الجاره ديالها هادي دائما من صحاب الليلات ديال القناوه وديال داك اللي كيكونوا كيجذبوا، وصحاب الليلات ديال الحنه وراكم عارفين. المهم قالت لها واش نبقى نمشي معاك اختي؟ قالت لها واش انت فيك الجواد؟ واش انت بنت مالك؟ قالت لها انا ما كنعرفش كاع شنو هما هاد الجواد. قالت لها كيكونوا كيديروا الليلات وكيشعلوا الشمع وكيديروا الخبز مسوسه وكيديروا هادي وكيديروا هادي. وبقات كتحل لها عينيها وبدات كتفهم على ديك الجلسات اولا ديك الجلسات اللي كيكونوا حاضرين فيهم وكيكونوا كيديروا شي حاجه بلا الشعور ديالهم اولا غير شعوري. قالت لها واخ. مشات المراه بقات غير كتشوف، ها اللي كينوض يجذب، ها اللي كينوض يحير، ها اللي كيعطي الفلوس، ها اللي كيغرم. المراه ما هزهاش الهوا، بقات غير كتشوف. شنو هاد الشيء هذا؟ انا ما فيا حتى شي حاجه من هاد الشيء اللي قالت عليه السيده، وجيت غير ضيعت هاد الليله هادي وصافي. لقات راسها بانها حتى حاجه ما وصلت لتا حاجه، ما هضرات مع التمره، ما دها فيها حتى شي واحد في ديك الجلسه ديال ديك الليله. مشات لدارها وبقات كتفكر شنو غادي ندير، ومنين غادي نبدا، ومنين غادي نكمل. بقات الايام غادا هكاك، والمراه كي قلت لكم صفر درهم، ما بقاش كتلقى لا باش تخلص لا كرا ولا ضو ولا ماء ولا والو. مشات واحد المره وهي غاده في الطريق حتى كتلقى واحد السيده اللي لاباس عليها خارجه من الباب ديال المارشي. الله يعطيك الستر، واش تمشي تعاونيني في الدار؟ الا لا، ما نكذبش عليك، انا راني هاد الخدمه هادي وقفتها، ولكن الا بغيتي في سبيل الله، ماشي في سبيل الله ولكن غادي نمشي معاك غير نعاونك وصافي، يعني راه فوق من طاقتي. المراه لابسه وبالسياره ديالها هزات معاها القفف ومشات للباب ديال السياره ودخلت هي وياها للدار. المراه كتقول لها سيقي ونظفي وبخري وديري هادي، جايين عندي شي ناس اللي مهمين. المراه كتشوف ديك السيده بان ماشي بوحديتها في ديك الدار الكبيره، المراه معها شي شابات اللي في مقتبل العمر، هاد 18، هاد 24، هاد 30، ودايرين بحال شي قمر، لابسين ولا طاي كيفاش دايره، وكيقولوا لها غير خالتي، وهذه كتقول لها الحاجه. بقات المراه في الكوزينه وكتفكر وراخيه ودنيها. المراه كل ساعه كدور عندها مولات الدار كتقول لها سربي راسك دغيا صوبي هادي وديري هادي. قالت لها واخ، قالت لها راني مستعده حتى نبات معاك، ماشي مشكل، الا كانت الخدمه او هذا الشغل هذا ما غاديش يتسالى لي راه ماشي مشكل نبات معاك. السيده فعلا نجاة كتبات مع ديك السيده مولات ديك الدار. دخلات بقات غير كتشوف الناس كيدخلوا،
الدار بدات كتعمر، كل واحد كيجلس مع وحده، السيده دايره داك الماكله حاطاها في جهه، الفراجه في جهه، الدار كبيره، اللي بغى شي حاجه كيديرها. بقات غير مبهوضه السيده كطل وتهرب. شنو هاد الشيء؟ ومال هادو؟ وكل واحد قبط وحده ومشى لبلاصه. السيده طلعت لبيتها. ايوا ما نعرف، صباح الصباح بدات في ديك الدار وفي ديك الروينه، وكتشوف اللي كان راه كان، واللي مشى بحالته راه مشى، واللي مازال كاين راه مازال كاين، والاكثريه ديال ديك البنات مازالين كاينين صابحين ناعسين مع راسهم وضاربين الدنيا بركله. بدات كتجمع في ديك الدنيا، كتجمع في المطبخ، حتى كتهبط عندها مولات الدار. لالا قولي لي، انا مزوقه، انا راني عندي بنت، وانا كي كتشوفيني هانتي راني دبرت وخدمت بزاف ديال الخدامي، ولكن راه ما كنوصلش لداك الثمن اللي بغيت انا، والشهر كندوزو غير بالسيف. قلت لها واش عندك الراجل؟ قلت لها ما عنديش، راجلي ميت للاسف، عندي بنت وحده وها فين ساكنه وتماره، وراني ما نقولكش والو. عييت ما نقلب ولا بغيت نجلس معاك، شوفي لي شي خدمه من هاد المهنه هادي اللي شفت البارح. قلت لها المراه شنو شفتي؟ قلت لها ما نكذبش عليك، راني في المطبخ وساعه ساعه كنخرج وكنشوف بان السهره، هاد الليله اللي دازت يعني كنشوف رجال وعيالات. انا راني فهمت تقريبا، ولكن شنو غادي ندير؟ المراه بقات كتشوف فيها. قالت لها تخدمي معايا؟ قالت لها واخا نخدم معك، علاش لا، غير المهم تكون شي حاجه بعدا اللي كتحمر الوجه، وبغيت حتى انا نبان ويكون عندي الفلوس اللي تقدني وتقد الابنه ديالي ونخلص ديك الشهوره ديال الكرا. المراه قالت لها واخا مرحبا. دازت تقريبا شي 3 ايام، قالت لها وجدي لي راسك. فاش نوجد لك راسي؟ سيري ضربيها بتحميمه وهاكيها ما تلبسي، وفي العشيه تكوني واجده لي. فين غنكون واجده؟ واش ما غندخلش للمطبخ؟ لا، غتجلسي تما مع دوك البنات. واخا المراه كبيره في السن، غير هي السن ديالها ما بايناش فيها. المراه كبيره فعلا ولكن زوينه، ومن داك الناس اللي كيكون ما بانش عليهم الكبر، واخا الفقر، واخا الجوع، واخا قلة الشيء، السيده ربي خلقها هكاك. ربي بغاها تكون واخا كبيره في العمر مهليه في راسها، واخا ما كدير حتى شي حاجه، المهم باينه بانها مازال صغيره. بلا ما نزيد نطول عليكم، المراه جلسات بقات كتشوف ديك الاجواء. اللي جا كيهضر مع وحده ما عجباتوش، كيمشي للاخرى ويهزها ويطلعوا للفوقي. شنو هاد الشيء؟ جات وقتها، جات النوبه ديالها. واحد السيد جا بدا كيدي هو وياه ويجيبوا في الهضره. قالت له شنو حب الخاطر؟ قال لها راكي عارفه انا راني هضرت مع الحاجه، المهم بغيتك، عجبتيني، يلاه معايا. المراه حنات راسها ومشات صافي، كملت شغلها ورجعت لديك البلاصه. السهره مازال، الناس ناشطين كيضحكوا وكيلعبوا. قولها وضحك عليها. مشات لعند المراه قالت لها تبارك الله عليك، برافو. قلت لها ولكن راه ما عطاني حتى حاجه. قلت لها غدا نتفاهموا في الصباح. صافي، كل غازي وقصد بلدو في الصباح كتجبد 100 الاورو وكتعطيها لها. هاكي واش بركه عليك. انها جات شافت ديك المبلغ فرحات، عجبها الحال، لان ما كاملش حتى ساعه ونعسات مرتاحه وجمعات الدار. وبقات كتفكر 100 الاورو او لا 100 الف فرنك او لا غادي نقولوا 1000 درهم، شي حاجه اللي كانت المراه مسكينه كتخدم عليها الشهر كامل تقريبا وما كانتش كتوصل ليها، شي حاجه اللي تحلوا لها العينين. بقات في ديك المهنه وفي ديك الطريق مع ديك السيده تقريبا شي 4 شهور. 4 شهور ولات حتى هي بنت الحرفه، كترجع لدارها كتعطي لبنتها، خلصت كراتها، قادات امورها، داكشي غادي تمام تمام. المهم نجات واحد المره بقات جالسه هي وبنتها. قالت لها البنت، قالت لها شنو كديري ماما؟ فين كتمشي؟ واش تبدلتي لا في اللباس ولا وليتي مهليه في راسك والفلوس ولات عندنا؟ المهم ماشي بحال الاول، ولكن قولي لي نجاة ما تصابتش من العاكزين. قالت لها بنتي كنمشي عند هذه المراه واشنو كندير واشنو كندير واشنو كندير. البنت ديك الساعه ولات ماجور. كيفاش ماما؟ واش كتمشي باش هادي ويعطيوك هاد الفلوس كلها على ساعه ولا ساعتين؟ قالت لها انا كنفكر بعيد، وانا ما كيعجبنيش نبقى ندور في نفس البلاصه، انا طاحت عليا واحد الخطه. شنو ماما؟ ياك حتى حنا عندنا الدار، وانتي تنتي راكي زوينه واي واحد يتمناك، وانا اللي امك ومراه كبيره وجبتهم في الشبكه، فما بالك انتيا؟ شنو هاد الهضره كتقول يا ماما؟
عاودت لها اللي كاين وقالت لها حنا غادي نديرو هذيك الوكر اولا ديك الدار بحال اللي شافت غير هي كمبتدئه، وبقات كتفكر باش غتبدا ومنين غادي تجيب الزبائن ومنين غتجيب الكليان وباش غادي تعرف. مشات لعندك السيده الحاجه، بغيت نهضر معاك. قلت لها شنو؟ قلت لها انا عندي بنت عندها 20 عام، وبغيت انا ندير هذه الطريقه هذه، ولكن انا عندي الدار صغيره وما معروفاش والناس ما كيعرفونيش، بغيتك تعاونيني الله يجازيك بالخير. قلت لها كيفاش غنعاونك؟ ما عنديش باش نعاونك غير بحل واحد. قالت لها شنو هو؟ قلت لها قلتي لي عندك بنتك عندها 20 عام، واش مازال بنت مازال عذراء؟ قلت لها اكيد بنتي مازال اشرف من الشرف. شنو بان لك في واحد السيد اللي انا كان داير لي الدوموند وكاتب الرقم ديالو كنعرفو كيبغي يمشي مع البنات اللي كيكونوا مازالين فيارج، كيعطيهم واحد الثمن اللي مهم ومهم بزاف، واكيد انا غادي ناخذ البورسونتاج ديالي باش بنتك تسرح وتولي حتى هي كتمشي في نفس الدومين. علاش لا؟ غادي نعرفك على هذا السيد هذا وغادي تقضي لي الغرض. واش بنتك موافقه؟ قالت لها ما تفكريش بنتي، هضري معايا انا وجيبي معايا الموضوع انا، وانا اللي غادي نقول لك اياه ولا لا. شحال؟ قدا وقدا. واخ. مشات لعند بنتها وبدات كتعمر لها في راسها وكتقول لها بنيتي راه ثمن واخا نبقاو حياتنا كامله ما كاينش اللي غادي يعطيه لنا هذا المبلغ مقابل تا 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 تا. راكم فهمتوني؟ البنت صدمات. واش البنت غير جالسه في الدار كتاكل وتشرب، لا خروج لا دخول، وشي حاجه اللي غريبه عليها وبعيده كل البعد بانها كانت كتنتظر من الام ديالها تقول لها انت اولا الام ديالها اللي غتديها بيديها وتهديها على طبق من ذهب. البنت صدمات، بقات غير كتشوف. كيفاش؟ قالت لها هادشي اللي كاين الدنيا وهذا الوقت هذا هادشي شنو كيبغي. ما تقولي لي لا انا مازال بنت ولا انا كنخاف ولا انا غادي نضيع شرفي ولا ما عندك، ما تقولي لي حتى شي حاجه. سيري معايا في الطريق وغادي يكون هذا اول زبون لينا وغادي حتى حنا نكونوا من راسنا وغادي نحسنوا من هذه الوضعيه. بنيتي وقفي معايا، واش انا امك وبديت كندير هذا الشيء هذا وكتشوفي الارباح ديالي اللي كنربح وانتي غادي تجي تقولي لي لا؟ هذه ما غاديش نقبلها منك. غير شوفي كيفاش ديري باش دوزيها بشغيمه ديال الماء وما يكون غير الخير. البنت تقريبا شي 15 اليوم وهي مريضه وطايحه في الفراش وكتبكي وكتقول لك الام ديالي اللي بغات مني هذا الشيء هذا. واش عباد الله الام كتخاف على بنتها وكتكون حاضيه لها الشرف ديالها وما كتبغي حتى واحد اللي يضحك عليها؟ الام اللي كتقول لها ديري وديري، فهل يعقل؟ المهم بقات معاها حتى استسلمات ووقفات قدام الامر الواقع. اتفقت هي والحاجه، ادت البنت قادت الامور ديالها، عطات هذاك المبلغ اللي اتفقوا عليه النهار الاول، عاونت هذيك الحاجه. شنو دارت دابا هنايا المراه؟ مشات كرات واحد الدار اللي كبيره. هاد نجاة هادي مشات كرات دار كبيره مقاده فرشاتها فيها البيوت. بدات اي واحد مشات لعنده اولا اي واحد مشات معاه كتقول له الا بغيتيني هاك نمرتي واتصل بيا وعندي احسن واحسن. بدات كتاخذ الزبائن اللي عجبها اولا اللي هضرات معاه اولا اللي لقاتو في ديك الدار ديال ديك الحاجه، ولات كتسرب الرقم ديالها وكتعطيه للناس. بداو كيتواصلوا معاها، بداو كيمشيو عندها للدار، بدات كتعرف بشويه بشويه. صافي دابا هنايا المراه صافي زعما راها دارت مشروع ونجحت فيه، زعما راها دارت شي حاجه اللي شي انجاز اللي عظيم، ولكن ما عرفاش بان هادشي كاع كامل اللي دارته غادي يخرج على حياتها وعلى حياه بنتها وعلى كل شيء اللي كيقول لك المثل اللي كيبغيها كلها كيخليها كلها. الاحسن هو درجه بدرجه اولا نقطه بنقطه كيحمل الواد. المهم السيده نجاة بدات كتعرف، بداو اي واحد بغاها نمرتها شي كيعطيها لشي، شي واحد كتكون عنده شي وحده كيتصل بنجاة انا جاي وجدي لي الجلسه. صافي نجاة بالسعدات عليها بالفرحات عليها، يعني راها صافي. المهم بقات الايام غادا هكاك ونجاة اون فوا كيكون شي واحد كيجيب شي وحده كيدخل عندها للدار هي والابنه ديالها كذلك،
حتى الابنه ديالها ولات غير هي ماشي بديك الوتيره او لا بديك القوه اللي راها غاده بها الام ديالها. البنت كانت مازال صغيره، تقريبا كانت دارت العمر ديالها ديك الساعه 26 سنه. كدير وتبقي، الا ما عجبهاش شي واحد راها ما تقربلوش وما تشوفش حتى فيه. كي كتعرفوا الشابات ديال هذا الوقت هذا ماشي كلشي وما كنعممش. واحد المره كانت في الدار حتى كيدخل عندها واحد السيد اللي غادي نعطيه الاسم ديال سفيان. سفيان اللي السن ديالو 25 سنه، خدام. هضرات معاه ومشات معاه المراه، مشات معاه نجاة. صافي اجلس هضر معاها، بدا دائما كيتواصل بها سفيان. سفيان مره في الاسبوع او لا مرتين في الاسبوع كيتصل بها هنا جاي. بداو كيتلاقاو وبداو كيتقربوا من بعضياتهم وبداو كيتعارفوا وبدات كتربي عليه الكبده وكيربي عليها الكبده. صافي، واش حب؟ الله اعلم. واش ولف؟ يمكن. سفيان ولا كيقول لك كان بغي نجاة. شوفوا نجاة شحال في عمرها، تقريبا راه 60 سنه والشاب 25، يعني فرق ما بين السماء والارض. هو ولا هو الناهي والمنتهي، ولا كيجيب الخمر ويجلس في الدار ويعطيها راكم عارفين كيشرب، يقاد اموره، ياكل غير المخيره، يلبس غير المخيره، يخرج يتسخر. بغيتو بوطه كيعمرها هو، مشي يتقدى كيتقدى هو، ولا هو الريسبونسابل في الدار ديال نجاة. نجاة كذلك مهتمه به وعاطيه قيمه وعاطيه قدر. سفيان ما كاين غير سفيان، اللي قالها سفيان هي اللي كاينه. نعسي نعسي، فيقي فيقي، جيبي جيبي، ما نجيبش ما نجيبش. ولكن سفيان راه كان عارف داك الوضع، كان كيشوف كل شيء بعينيه. ولا حتى هو كيبغي البورسونتاج ديالو، كيقبط الفلوس من عند نجاة. يعني البنت ديالها ماما شنو هادشي؟ شفتك طولتي مع هاد سفيان. سفيان ولا هو الناهي والمنتهي في الدار، ما بقيتيش كاع معتبراني وما دايهاش فيا، وسفيان اللي قالها هي اللي كتكون. بنتي خليني على خاطري. قالت لها ماما راه كيبروفيتي فيك. قالت لها حتى انا كنبروفيتي فيه، حتى انا راني كنبروفيتي فيه. هو فعلا كنعطيه فلوس ومبرعني، وانا كذلك راني مبرعاه. وانتي هاد الشيء هذا ماشي شغلك فيه، ديها في راسك وديها في حياتك وجمعي الفلوس باش تلقاي علاش تولي. البنت صافي هضرات مع امها المره الاولى، المره الثانيه، ولكن لا حياه لمن تنادي. قالت لها دبر راسها. صافي ديك الدار لا حول ولا قوه الا بالله، ولا الداخل اكثر من الخارج. صافي. وسفيان هو مول الشي. سفيان كان كيجي عندها في الاول غير شويه، ولكن في التالي ولا تيتيني تما. قليل فاش كيمشي يشوف الام ديالو او الاسره او ما نعرف شنو، يومين 3 ايام او 4 ايام الماسيمو كان كيرجع للدار. بقات الايام غادا هكاك، المراه جمعات الفلوس، بنتها كذلك كي قلت لكم غاده في ديك الطريق اللي ماشي هي واللي ما كاينش الرجوع منها الا من رحم ربي. واحد المره سفيان بدا مريض، امرض بزاف، وشافته غادي وكيضعف وغادي وكيقلال. السخره مابقاش كيقد يخرج يتسخر. الا قالت له شي حاجه ديما متكي، ديما عيان. الراجل عطيها غير الكارو والسجائر وداك الشيء اللي على بالكم. جالس لها في الركنه، قالت له مالك؟ قال لها راني كنتنفس بالسيف، راني ما كنقدش نتنفس وراني عيان وديما عيان. اجي يا نجاة وهزيه وديه للمستشفى. من بعد بزاف ديال التحاليل كيلقاو انه مصاب بمرض السل من الدرجه الثانيه. سفيان فيه السل. هذاك الشيء علاش ولا كي الخيط. الطبيب قال له الا بغيتي تعالج خصك توقف هاد المخدرات، خصك توقف السجائر وما شابه كذلك. سفيان ما داش الهضره ديال الطبيب، ما قال له والو، قال له واخا وصافي. مشى. داك الشيء غير ما زاد، الراجل كيكحكح وكيبات كيكح والشهيه ديالو تسدات، ما بقاش كيقد لا يزيد لا يتكلم لا والو، قليل قليل. واخا هكاك عاطيها للسجائر وعاطيها لديك الطريق اللي لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل طلع لها في راسها. نجاة اش غادي نبقى جالسه ندير في هذه المصيبه عندي في الدار؟ قالت له سير الله يعاونك. بقات هي وياه في المناوشات، في الصداع وفي حرق الراس. سير اخويا ما بقيتش باغاك. صافي. واش انا جلستك انا؟ واش انا ولدتك ونسيتك؟ ها الدواء، ها البليه، ها الماكله، ها بزاف.
صافي خويا تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. سفيان دار فيها غضبان، مشى غاب واحد الاسبوع ولا عاوتاني رجع لعندها. كيدخل عليها صحه، يدخل للدار، لا ما قديتش ننساك وانا مريض وانا درت لاباس وما غاديش نبقى ندير داك الشيء اللي قال لي الطبيب. غادي نولي كنقطع الكارو بشويه بشويه وغادي نخدم، وانا راني بحالك نجاة عمري ما نلقى. نجاة اش غادي دير؟ صافي دايره عين ميكم خليه تما متنك ما دياش كاع فيه. ولكن هو ولا كيغير الراجل نصو مرض، ما كيدير حتى شي حاجه، ما كيدير حتى شي فرص زعما باش يبين راسو راجل ويتعول عليه، ولا كيغير ما يجيش هذا ما يدخلش الاخر. صافي اعطيني كثرت المطالب ديالو، كثرت الشروط ديالو. قالت له شوف انت ما توليش تدور بيا، انت سير بحالاتك، ما بقيتش باغاك، واش غتجلس معايا صحه؟ صافي سير بحالك. البنت ديالها كذلك وقفات في الجنب ديال امها، قالت له برا ما عندنا ما نديرو بك، سير بحالاتك ولا غادي نجيبو لك المخزن. الراجل مشى بحالاته، غاب شي 3 ديال الاسابيع. المراه لقات الحريه ديالها في دارها، ولا تمشي ولا تدخل ولا تدخل. بنتها كذلك عايشه جميع الفلوس. داكشي بلا ما نقول لكم غادي تكونوا تخيلتوا داكشي كامل. المراه ولات تهزات حتى هي. واحد المره وهي جالسه في واحد الجلسه اولا واحد السهره مع واحد السيد اللي حتى هو ما كانش كبير، كان صغير عليها، حتى كيدق سفيان وكيدخل. اما خلالها غير اللي نسى، هي الدايره هي الفاعله. جبتيني لحم ورميتيني عظم، انا ما غاديش نخليك تعيشي وما غاديش نخليك ترتاحي. هز واحد القرعه كان باغي يشير بها على السيد. السيد شنو دار؟ هز صباطو وخرج وضربها بالسبقه. بقات المراه غير كتشوف فيه. نجاة علاش جيتي؟ علاش جيتي عاوتاني عندي؟ واش بغيتي شنو بغيتي دير؟ قال لها بغيتك، انا ما غاديش نتفارق معاك وما غاديش نخرج من هاد الدار ابدا. نرجعوا كي كنا وانا كنبغيك وانت كذلك كتبغيني، وانا جات سمحي لي ونبداو صفحه جديده. نجاة طلع لها الدم وتعصبات وبقات كتحك يد في يد. خلاته حتى نعس. الراجل بقى كيشرب، جالس كيشرب، والراجل حالته حاله. خلاته هكاك. جا عندها الغرفه، شنو بغيتي؟ راكم عارفين. دخلت هي وياه الغرفه. المهم رجع عاوتاني كذلك للصالون، بدا كيكمل في الشرب. البنت ديالها كانت ما كايناش في ديك الساعه في الدار. اول حاجه فكرت فيها نجاة هي قبطات قرعه وكتنزل عليه من اللور ديال راسو. الدقه الاولى، الدقه الثانيه، المهم ما طلقات منه حتى طاح للارض بقوه الفقصه. وقال لك هذا ما غاديش يزيد يخليني نزيد للقدام، غادي يبقى يبعث لي الكليان وغادي يهرب مني الناس. نساليها له ونوريه الترابي كيفاش داير. صافي هي مازال عاد حطاه وكتفكر شنو دير، وبحال اللي عاد فاقت من الغيبوبه وبنتها كتدخل. شنو كاينه ماما؟ قدر الله وما شاء فعل. جا وتعدى عليا وسبق لي على الكليان وداني معاه صحه، والراجل شارب ما عندي ما ندير به. بقاو جالسين وكيندبوا، جالسين وكيفكروا شنو غادي نديروا. شنو غادي نديروا؟ قبطات البنت والام ديالها بقاو كينظفوا ديك البلاصه، نظفوها ردوها بحال حتى حاجه ما كاينه. كي قلت لكم سفيان واحد الشخص اللي قليول، واحد الشخص اللي ضعيف، يعني صافي. والفكره اللي طاحت على الام ديالها هي قبطات. شنو دارت بسفيان؟ تحامت فيه هي والابنه ديالها، كيقبطوا كرده وكيدوروها له في العنق ديالو، زعما راه انتحر. قبطوه وعلقوه في لاكور الفوق. دارت السلوم وتقاتلت هي وبنتها وداروه في ديك الحديده الفوق وكيخليوه تما بحال شي، راكم عارفين، بحال شي خروف. صافي مسحوا، حيدوا داك الدجاج، حيدوا داك الرعه اللي كانت نايضه تما. صافي سالاو. 7 الصباح كتصل بالشرطه. نجاة اسيدي لقيت واحد السيد عندي مصفي راسو بوحديتو. شنو داير؟ كي قلت لكم شنو دار بلا ما نزيد نقول داك الكلمه باش اليوتيوب ما يوقفليش هذا. كيفاش في دارك الشرطه كتم جايه عندهم ديك الساعه، كتدخل الشرطه العلميه والشرطه التقنيه كيجيو وكيتصلوا بالوقايه المدنيه، كيهزوه
من بعد ما خداو البصمات اللي كانت على السيد، وداك الشيء بلا ما نقول لكم هزوه وداوه من اجل البحث. الشرطه يلا ولا لا معانا، هزوا المراه وبنتها. اول ما وصلوا للكوميساريه شنو هاد الشيء، شنو كاين؟ قالت لهم المراه غادي نعاود لكم كلشي، المهم بنتي ما عندها دخل بحتى حاجه، بنتي يلا عاد دخلت حتى هي. انا سيدي كنت ناعسه كنسمع الاذان ديال الفجر هو اللي فيقني، حيت فقت نط باش نشوف بنتي واش كاينه، واش ناقصه شي حاجه في الدار، ونشرب جغيمه ديال الماء. ولكن بقيت كنشوف وبان لي هاد السيد هذا راه داير هاد الكارثه في راسو. كيفاش الحاجه؟ واش هاد الشخص كتعرفيه؟ اسيدي كنت كنعرفو، ولكن راه شحال هادي ما تلاقيت انا وياه، لان الشرطه كانوا شامين الريحه ديال ديك الدار وعارفين ديك السيده، ولكن مازال ما لقاوش الفرصه فوقاش يتدخلوا. كيفاش كنتي كتعرفيه؟ كان كيجي عندي كليان، ولكن دابا ما بقاش كيجي عندي. كيفاش دخل عندك؟ الله اعلم اسيدي. واش كانت عنده المفاتيح ديال الدار ديالك؟ لا سيدي، ربما يكون هو سرقها ويكون دار كوبي وبقاو عنده. انا سيدي راني مصدومه بحالي بحالكم، ما يمكنش. الشراجم ديال الدار حتى حاجه مهرسه، كلشي مقاد هو هذاك، ولكن شي حاجه اللي ما غاديش يتقبلها العقل. اجينا نيشان وقولي لنا شنو كاين. ربما كانوا جالسوا عندك شي ناس، او لا هو والصديق ديالو ودابزو وانت حاضره، قولي لنا باش نخليوك غير مجرد شاهد عيان. اسيدي راه ما كان عندي حتى واحد هاد الليله هادي، كنت في داري ناعسه، بنتي ما كانتش، كانت معروضه في واحد عيد الميلاد، حتى لقيت هاد الكارثه هادي. انا راه ما عندي لا ناقه ولا جمل في هاد الشيء هذا اللي وقع. شوفوا، كان الطب الشرعي والشرطه التقنيه والعلميه رجعوا للمسرح ديال الجريمه، كيقلبوا وكيخويو واحد الماده باش يشوفوا واش كاينه شي حاجه، لان داك الماده الا خويتوها فوق داك الارض كتولي كتبدل اللون ديالها، يعني راه كاين داك الاحمر اللي غادي تكونوا عارفينه كيولي كيبين فين ما كانت شي نقطه كتولي كتبان. فعلا كيمشيو وكيلقاو ديك النقط اللي كاينه في الارض، يعني كان شي واحد اللي مصفيها راسو بوحدو، الدم منين غادي يجي؟ هو لاقيين السيد مضروب فعلا، ولكن شكون ضربو؟ الدم ما كاينش ابدا. وزادوا بحثوا وكيلقاو بان طريفات ديال الزجاج، او لا طريفات الصغيورين ديال الدجاج، منين جا؟ كلشي كيعلموا به الشرطه وكيقول لهم بان لقينا ها شنو كاين واشنو كاين. يعني دابا ما بقاتش حاله تصفيه او لا شي واحد يعلق راسو بوحديته، هادي شي واحد دارها بفعل فاعل. السيد تدقدقوه وهرسوا له الراس ديالو وداروا فيه هذا العجب هذا، وخلاوه حتى كمل من داك القطرات اللي كيقطر من الجسم ديالو وعلقوه. ولكن شكون دار؟ المراه ما كتعترفش، قالت لهم ماشي انا وما شفتش. لي نفرض نض عندك المشكل في الدار او لا التروعه، واش انت ما غاديش تسمعي؟ ما يمكنش، امبوسيبل. قولي لنا شنو كاين. مشاو هضروا مع البنت بوحديتها في مكتب والام ديالها في مكتب، جاو لعندها الا لا علاش كتكذبي علينا؟ الابنه ديالك اعترفات وقالت لنا كل شيء. نجاة كيفاش اعترفات؟ شنو قالت لكم؟ ما تثقوش بها، انا بنتي كنعرفها، نعلي الشيطان. قولي لنا شنو كاين. واخا سيدي، الضغوطات اللي ضغطات عليها الشرطه كتنوض تعترف، ولكن ما كتجبدش كاع بنتها في القضيه. بنتي كتقول لهم خليوها ابار، بنتي ما عندها علاقه بحتى شي حاجه، بنتي يلاه دخلات، انا اللي درت ودرت ودرت ودرت. علاش؟ قلب لي حياتي، ما بغاش يبعد مني ولا كيهرب لي الزبائن، وكنخدم عليه ونشري له الدواء وندير ونفعل ونترك. مالو؟ كان مريض، باش مريض بالسل. اوكي، مشاو وداروا لها التحليل حتى هي كذلك، كيلقاوها حتى هي اصيبت بداء السل. البنت ديالها كذلك قلبوها، من حسن الحظ ما كيلقاو فيها لا سل ولا والو. صافي من بعد المعاينه ديال داك الشيء وجمعوا داك الشيء اللي كيخصهم في المحضر، الحكم كيخرج من عند القاضي كيحكموا عليها ب 30 سنه ديال السجن. علاش؟ ضرب وجرح وتشويه جثه والتخبيع ديال المعالم وبزاف ديال النقط. اما البنت علاش 10 سنين ديال السجن؟ غتقولوا لي علاش؟ لان الام ما معترفاش بالابنه ديالها بانها كانت معاها، والبنت كذلك نفس الهضره اللي قالت الام قالتها حتى البنت، قالت لهم انا ما كنتش كاينه. وقلبوا فعلا هذيك الجثه وكيلقاو غير البصمات ديال نجاة وما توصلوش ابدا
للبصمات ديال الابنه ديالها. لهذا حكموا عليها ب10 سنوات. اللي كيبدا بالحرام راه كيسالي بالحرام. للاسف قضيه للعبره، قضيه اللي هضروا عليها صحف وهضروا عليها منابر اعلاميه، وتم التمثيل ديال الجريمه كيفاش وقعت من الالف للباء. لا حول ولا قوه الا بالله. حضيو راسنا، واول ما نبغيو نخطوو شي خطوه ضروري الناس زوينين نفكروا فيها واش لصالحنا او لا. حنا في 2025. هاد القضايا كنطرحهم معكم للعبره والتوعيه ونحلوا عويناتنا كاملين. للاسف هي صدقات لا فلوس لا دار لا بنت. اول حاجه دارتها واول كارثه هي باعت بنتها بوسخ الدنيا. وكذلك ومثال كتشوف بنتها بانها كتمشي حدا عينيها، والام لا حول ولا قوه الا بالله. محيت الاسره كتوصلت لهذه المرحله هذه، الام حدا البنت والبنت حدا الام، راه ما كيبقاش الحياه حلوه، ما كتبقاش الدنيا مستمره غادا زوينه او العيشه غادا زوينه. لان الام كتحمل العين من بنتها، والابنه كذلك اكثر واكثر كتولي كتشوف الام ديالها في ديك الحاله. الله يرد بنا والله يرد بكم. هذه قضيه نتمنى تاخذوا منها عبره الى قضيه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.